زي ما دايما ببهركم، جايبه لكم النهارده شاورما بربع كيلو لحمه مفرومه. بس عايزه اقول لكم ان هي اقتصاديه وموفره جدا، ده غير ان هي اهم حاجه عجبت جوزي وادعيه. بصوا كل اللي انتوا هتعملوه زي ما انتوا شايفين، لحمه مفرومه وهتعجنوها جامد جدا بعد ما هتحطوا عليها البهارات، وهتقعدوا تدعكوا جامد جدا او تحطوا في الكويكي لحد ما هتبقى طريه ناعمه تلزق في ايديكوا زي ما انتوا شايفين. وبعد كده حطيتها في كيس تلاجة. ويعني لو عندك نشابة امشي بيها بالنشابة عشان تبقى رقيقة قوي 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 زي ما انتوا شايفين انا بفرد كده. عايزه اقول لكم والله ان ده اختراع ماما اصلا، وانا ما كنتش مقتنعه بيه وقلت ده هيبوظ، بس الحمد لله نجح وبقى جميل. حطيته في الفريزر ساعتين او لتاني يوم، انا حطيته لتاني يوم. بصوا جامد وناشف ازاي. هتعمليه هتمسكيه هيبقى زي البفتيك كده قطعه واحده. اهم حاجه ان انت تطلعيه من الفريزر على الطاسه على طول. الطاسه طبعا هيكون فيها زيت او سمنه. بمناسبة الطاسة ديت يا جماعة، أنا عايزة أقولكم إن أسوأ حاجة في الدنيا هو طقم النيو فلام. طالعين فيه السما على الفاضي، وحش قوي وبينقر وبيلزق. المفروض إن دي طاسة سيراميك. بصوا ملزقة واللحمة لزقت فيها ازاي. المهم، بعد ما بتقلبوها كده يدوب بتاخد لون على كل جنب، مش هتكملي دقيقتين. وبعد كده رحت نازلة بالخضار، كنت مقطعة فلفل وبصل وبقدونس. ورحت نازله بيهم وطماطم. بس انا عيالي مش بيحبوا الخضار كتير فعملت حبه صغيرين. انت عايزه تزودي بقى طبعا زودي، بس هي كانت فعلا عايزه الخضار يزيد شويه كمان. بس في المجمل انها طلعت حلوه قوي. عملتها مع رز اصفر، مامتي عملتها مع عيش وطحينه، كانت فعلا طعم الشاورما. انا عملتها مع رز اصفر. عيالي قالوا لي ما تعملي شاورما بالفراخ باللحمه بتاع ده بالفراخ تاني، واعمليها لنا كلها باللحمه. بصوا بقى، انا قطعتها بعد ما عملتها زي البفتيك كده، قطعتها شرايح عشان تبقى زي الشاورما. بصوا المنظر قدامكم حلو قوي يا جدعان، بجد كان طعمها تحفه. انا عايزاكم تتابعوني عشان بقول لكم افكار كتير حلوه، واللي هتعملها تبعت لي صورتها في الكومنتات وتقول لي عملتها ازاي وطلعت معاها حلوه ولا لا، عشان تشجعوني انزل لكم افكار تانية. انا زودت هنا البقدونس عشان حسيت ان هي الخضار حبه صغيرين، بس هو الخضار كان عايز يزيد تاني بصراحه. وانا عيالي بيقرفوني في الاكل قوي، يعني انا عيالي مش اي اكله بتعجبهم، وكل حاجة بيكونوا يعني بياكلوها بالشوكة والسكينة. اكيد عيالنا كلنا كده. المهم، رحت انا بقى حطيت التركة دي من عندي، قلت عشان تبقى ريحة الشاورما المشوية، رحت طافية فحمة فيها ومغطياها، وطلعت فعلا مشوية جدا. والغريبة ان انا قلت هي هتتفتفت مني او هتتقطع او هتتقطم، بس بصراحة لا طلعت حلوة.